وبيبدأ فيلمنا بجيك واللي كان من أكفأ الضباط في الجيش الأمريكي، ولكن في يوم من الأيام كان في مهمة واتغدر بيه، وزي ما أنت شايف كده جاله شلل نصفي وقاعد على كرسي متحرك. اللي حصل له ده ما غيرهوش، بالعكس راضي بقضاء ربنا ومكمل حياته عادي جدا. وعلى بالليل بيكون بيسكر في البار ده وبيلاقي الشخص ده بيضرب حبيبته ومحدش بيتدخل، فبيروح عليه وهوب بيشيل الكرسي من تحته وبينزل فيه ضرب، بيكسر وشه. الجارد بيجي يشيلوه وبيرموه بره هو والكرسي بتاعه. بيجي عليه الاتنين دول وواحد منهم بيقول له وانت جاي؟ بيقول له يا عم جاي ولا ما جاش، انت عايز ايه من الاخر؟ بيقول له طب تعالى معانا اخوك تومي مات. هو فعلا بيروح معاهم وبيشوف اخوه، هو بيكون في قمة الحزن. الشخص ده بيقول له في بلطجية طلعوا عليه وقتلوه عشان ياخدوا اللي معاه. المهم بقى اخوك كان شغال معانا في علم الفضاء، وبما انك توأمه وجيناتك نفس جيناته فايه رايك تشتغل معانا وما تقلقش الراتب هيعجبك. وفعلا جاي بيقتنع وبيقرر يسافر الفضاء بدل اخوه. وبيصحى من النوم بيلاقي نفسه في جهاز سبات، بيخرج بره والراجل ده بيقول لهم واخيرا انتوا كنتوا في جهاز السبات بقالكوا 5 سنين و9 شهور و22 يوم. وبيكونوا في وقتها وصلوا لكوكب بندورا، والراجل ده بيقول لهم البسوا الاقنعه دي علشان من غيرها مش هتعرفوا تتنفسوا على الكوكب الجديد. وفعلا كل الجنود بينزلوا وجي بيجهز نفسه وبينزل معاهم، بيروح على مقر الاجتماعات والقائد بيدوهم التعليمات وبيقول لهم الكوكب ده مش زي كوكب الارض، هنا هتلاقي حيوانات وحشرات مفترسه ممكن تخلص عليكم بدون اي سبب. اسمعوا بقى اللي هقوله كويس، اعدائنا الحقيقيين في الكوكب ده هم السكان الاصليين اللي هم الافاتار، ومهمتنا بقى يا رجاله ان احنا نخلص عليهم او نمشيهم بالحب وناخد اراضيهم. بيخلصوا المحاضره وجي بيطلع على بره بيقابل نورم، بيقول له ايه ده يا اسطى انت اخو تومي؟ ده انت شبهه خالص، على فكره انا كنت معاه في التدريبات. بعدها بيروحوا معمل الاحياء وبيشوف جي الافاتار بتاع اخوه اللي كان بيستخدمه. نورم بيقول له جهز نفسك بقى يا نجم الجيل علشان هو ده الافاتار اللي هتستخدمه. في الوقت ده غريز بتخرج من الافاتار بتاعها ودي بتكون عضوه مع الافاتار الاصليين، بتولع جوب وبيخش عليها جي وبيقول لها انا هنا مكان اخويا. بتقول له مستحيل، بتروح جري لباركر وبتقول له يا عم انت اتجننت ولا ايه؟ جايب له واحد معاق قاعد على كرسي وعايزنا نشغله معايا. بيقول لها على فكره احنا محظوظين لان توم ليه اخ توأم، وادعي بس ان جيناته تستجيب مع الافاتار اللي احنا مظبطينه لاخوه، وبما ان جي عنده خبره سابقه في الجيش فده هيفيدنا جدا في مهمتنا. غريز بتقتنع وفعلا جي بيجهز نفسه علشان هيدخل الافاتار بتاع اخوه. الدكاتره بيبداوا يربطوه والكل بيكون خايف الافاتار ما يظبطش عليه، ولكن الحمد لله الافاتار بيظبط. جي بيقوم يقعد والدكتوره بتقول له استنى ما توقفش على رجلك لحد ما تندمج بالكامل مع الافاتار، ولكن جي ما بيسمع لهاش وبيكسر الدنيا وبيخرج جري لبره. هو بيكون في قمه سعادته لانه رجع يمشي على رجله من تاني. غريز بتكون موجوده في الافاتار بتاعها وبتديله الفاكهه دي، وعلى بالليل بيدخلوا العنبر يناموا وبيخرجوا من الافاتار. جي بيروح للقائد وبيقول له لا عجبتني يا جي، الكل كان مراهن على فشلك ولكن انت اثبتت عكس ده. اسمع بقى يا نجم، لو عايز تبقى مميز بالنسبه لي هتخش وسط سكان الارض الاصليين وتعرف لي كل حاجه عنهم، من الاخر هتبقى جاسوس ليا وسطهم. بعد ما تخش وسطهم عايزك تقنعهم يسيبوا الارض بتاعتهم ويروحوا اي مكان تاني. بيقول له ولو مرضوش؟ بيقول له كده هيبقى قدامي حل واحد وهو الحرب، قدامك 3 شهور وتنجز المهمة دي يا وحش. هو بيسيبه وبيمشي. تاني يوم جي بيخش الافاتار وبيطلع مهمة صيد مع غريس ونورم، هو بينزلوا في الغابة. جي بيسرح بعيد عنهم وبيكون مستغرب من كل حاجة حواليه، بيلمس النبتة دي بتختفي، بيبدأ يلمسهم كلهم وهوب بيطلع عليه الديناصور ده. غريس بتقول له اياك تضرب عليه لا يغضب، بيقول لها ما هو كده كده غضبان. بتقول له لا مش غضبان، هو بيعمل كده علشان ما تقربش ناحية اراضيهم. وهوب الديناصور بيهجم على جي وجي كمان بيهجم عليه، ولكن مرة واحدة الديناصور بيرجع وبيخاف وبيجري من المكان. بيقول لها ها ايه رايك؟ ومرة واحدة بيبص وراه بيلاقي البتاع ده في وشه. بيقول لها وده هنعمل فيه ايه؟ بتقول له اجري يا فتحي. بيجري بسرعة والبتاع ده بيجري وراه، بيكون خلاص هيجيبه ولكن جي بينط في المية وبيهرب منه. بيفضل في الغابة لحد بالليل والحيوانات المفترسة بتكون حواليه من كل اتجاه، ولكن ولا بيفرق معاه. بيولع الخشبة دي وبيحاول يتصدى
ابطالهم، ولكن بيكونوا كتير. هو بيكون خلاص هيقتلوه، ولكن مرة واحدة نيتيري بتهجم عليهم. هو بتخلص عليهم واحد ورا التاني. بيقول لها عاش عليك يا بطل. بتقول له اخرس يالا، ايه اللي جابك هنا يا بشري؟ بيقول لها ايه ده وانتوا ازاي بتعرفوا تميزونا؟ بتقول له طبعا لاننا مختلفين تماما. انت ايه اللي مخليك هنا لحد دلوقتي؟ بيقول لها انا كنت بجري من لا ده موضوع كبير بحكي لك عليه بعدين. استني، انتوا رايحه فين؟ بتقول له امشي من هنا حالا، لو حد شافك من العشيره هيخلص عليك. وهم واقفين بتنزل عليه نسمات من الشجره المقدسه. بتقول له غريبه، باين عليك قلبك طيب وروحك حلوه، تعالى ورايا. بيروح وراها وبيوصلوا العشيره، ولكن ولي العهد وخطيبها توستي بيقول لها على فين يا بت بالبشري ده؟ بتقول له هاخده معايا، ام الملكه عاوزاه. بيسيبها تخش وفعلا بتروح بيه للملكه. الملك بيقول لها ايه اللي جاب البشري ده هنا؟ بتقول له انا جبته بامر من الشجره المقدسه، نسمات الشجره نزلت عليه فعرفت انه شخص كويس. بيقول لها مفيش منه الكلام ده، الشخص ده محكوم عليه بالموت. ولكن الملكه بتقول لهم استنى يا حماده منك ليه، انا اللي هحكم عليه بنفسي. قول لي بقى يا نجم ايه اللي جابك هنا وعايز ايه؟ بيقول لها والله يا عمته انا عايز اتدرب علشان اكون واحد منكم. بتقول له قبلك كتير حاولوا وفشلوا. بيقول لها على الطلاق لا تجربيني بس ومش هتندمي والله. بتقول له خلصانه وماله، من النهارده نتيري هي اللي هتدربك. وفعلا نتيري بتاخده جوله في المكان، بيخلصوا وبتقول له يلا علشان ننام. بيناموا وجي بيرجع تاني لجسمه الطبيعي. غريس بتقول له ايه يا عم كنت فين ده كله؟ قول لي بس اهم حاجه الافاتار في مكان امان. بيقول لها مش هتصدقي هو فين دلوقتي. بيحكوا لهم كل اللي حصل معاه وبيكونوا في منتهى السعاده لانه عرف يدخل ارض الافاتار الاصليين. المهم تاني يوم بيروح جي العشيره من تاني، وبتبدا نتيري تعلمه كل اساليب القتال بتاعتهم، وبتعلمه ركوب الخيل. وبتقول له بص ده الطائر بتاعي انا اللي مصطاداه بنفسي، وكل واحد في العشيره ليه طائر خاص بيه. بتفضل تطير كتير قدامه، وبيجي وقت النوم بيرجع تاني لجسمه الطبيعي، وكالعاده بيروح يسجل كل اللي حصل في يومه، وبعدها بيروح ينام. تاني يوم بيروح يكمل تدريبات مع نتيري، وبتكون دماغه حلوه وبيستجيب للتدريبات بسرعه. ولكن اصعب حاجه عليه بتكون ترويض الطير ده، وبيحاول كتير ولكن بيفضل يفشل. بيجرب مره كمان والمره دي بينجح وبيطير بيه كمان. بيرجع تاني لجسمه الطبيعي وبيروح يسجل كل اللي حصل في يومه. القائد بيقابله وبيقول له عاش عليك يا وحش، انت جبت لنا معلومات كتير عن الافاتار، كفاياك بقى لحد كده. بيقول له لسه يا فندم، قدامي خطوه مهمه جدا، بكره هكون واحد منهم. لما اكون واحد منهم هيثقوا فيا، ساعتها هتكلم معاهم وممكن اقنعهم يسيبوا اراضيهم بدون حرب ولا اذى ليهم ولا لينا. بيقول له طيب جرب. وفعلا تاني يوم نتير بتجهزه، والملك بيقول لهم من النهارده هناخد القرار في موضوع جي. من النهارده انت واحد منا يا جي، وهنثق فيك زي ما وثقنا في غريس، وهتعيش وتكمل وسطنا. بيخلص ونتير بتاخده وبيروحوا عند الشجره المقدسه، وبيعترف لها بحبه وبيقول لها تتجوزيني يا بت. وفعلا بتوافق وبيتجوزوا عند الشجره المقدسه. دي زي المأذون عندنا يا نجم. جي بيرجع تاني لجسمه وبيقول ايه اللي انا هببته ده. تاني يوم القائد بياخد قوه وبيهجم على الشجره المقدسه. جي ونتير بيكونوا نايمين هناك، ونتير بتفضل تصحي في جي ولكن ما بيصحاش لان غريس بتكون حالفه لا تفطره قبل ما يمشي. وفعلا بيفطر وبيخش الصندوق وبيبدا يفوق، وبيعرف ان القائد هجم على الشجره. بيحاول يوقفهم وبيكسر لهم كاميرات البلدوزر الكبير ده، ولكن الجارد بيضربوا عليه بالاسلحه فبيهربوا من المكان. ونتير بتكون في منتهى الحزن على الشجره. العشيره بتستعد علشان يدخلوا حرب ضدهم، ولكن بيحضر جي وبيحاول يمنعهم ولكن ما بيلحقش لان القائد بيعرف ان جي هو اللي كسر الكاميرات بتاعه البلدوزر. بيروح المعمل وبيفصل جي وغريس، وبيقول لجي للاسف خيبت امل فيك، بقى انا بعتك تجيب لي اخبارهم فتتجوز واحده منهم، طب انا بقى اروح اشيل لهم الشجره التانيه المقدسه ليهم. هو فعلا بياخد قوه وبيروح على هناك. في الوقت ده غريس بتقول لباركر ادينا فرصه نقنعهم يمشوا من المكان. بيسمع كلامها وبيدخلهم على الافاتار بتاعهم. بيروحوا للملك وبيقولوا له وقفوا الحرب دي وامشوا من هنا، في قوه جايه على هنا هتدمر الشجره المقدسه التانيه، وللاسف انتوا مش قد البشر، هم معاهم اسلحه متطوره وانتوا هتحاربوا بايديكم. وفي الحقيقه بقى هم كانوا باعتيني هنا علشان ابقى جاسوس وسطكم، ولكن انا والله ضميري صحي وقررت اساعدكم لاني بقيت واحد منكم. الملك بيقول لهم كتفوهم، وفعلا بيكتفوهم، والقائد بقوته بيهجم على المكان، بيوقع الشجره المقدسه الكبيره، وكل الافاتار بيكونوا في منتهى الحزن. وبيكون الملك اتصاب عند الشجره وبيقول لنتير خد القوس ده، انت اللي هتحمي الشعب من بعدي. في الوقت ده باركر بيفصل جي وغريس ونورم، وبيكونوا في منتهى الحزن على اللي حصل. بيحبسوه
بيحاربوهم وتوريدي بتدخل لهم الاكل، وهوب بتثبت الجندي اللي واقف عليهم وبتخبطه وبتريحه على الارض. بتنده على ماكس وماكس بيخرجهم من السجن، وهي بتروح تجهز الطياره والصناديق بتاعتهم وبتاخدهم وبيكونوا خلاص هيتحركوا، ولكن القائد بيضرب عليهم بالاسلحه بس ما بيعرفش يعمل معاهم حاجه وبيهربوا من المكان. ولكن غريس بتكون اخدت طلقه وجي بيقول لها ما تقلقيش هتبقى كويسه. بتقول له روح انت خليك مع الافاتار، وفعلا بيدخل في الافاتار بتاعه واول حاجه بيعملها بيروح يروض طائر التراكو، وده اكبر واخطر طائر على الكوكب ومحدش بيكون عنده القدره على ترويضه، ولكن جي بيقدر يسيطر عليه وبياخده وبيروح لهم بيه. واول ما بيشوفوا الطائر بيكونوا مرعوبين منه، وبمجرد ما بيشوفوا جي هو اللي مسيطر على الطائر محدش بيكون مصدق ان جي قدر يسيطر عليه. جي بيخش وسطهم وبيروح لتستي وبيقول له انت دلوقتي الملك ومحارب قوي، مش هقدر اخش الحرب دي من غيرك، لازم تكون معايا كتف بكتف ولازم كلنا نكون في ظهر بعض، وانا هحط خطه للاعداء ما تخرش الميه. وللاسف يا نجم غريس بتموت، والقائد بيجهز جنوده وبتبدا المدعكه يا كبير. القائد بيهجم عليهم وبيكون عايز يدمر اخر شجره مقدسه ليهم، ولكن بمجرد ما بيقرب عليهم بيلاقي جيش الافاتار بالكامل هجم عليه، بيكونوا مسيطرين عليهم، ولكن القائد ابن الصرمه بيخرج برجالته من الطيارات بالاسلحه بتاعتهم، بيسيطروا عليهم وبيفضلوا يوقعوا فيهم بالاسلحه واحد ورا التاني. توستي بيموت وتوريدي بتموت ونتير الطائر بتاعها بيموت، والعدو بيكون مسيطر على ارض وجو بالكامل، ولكن ما يعرفش ان جي ناصب لهم خطه بديله بيخرج عليهم الديناصورات دي بتشلح الجنود اللي في الارض بالكامل، وكل الطيور الموجوده في الغابه بيهجموا معاهم على البشر، ولكن ولاد الايه بيكون معاهم ديناميت وبيكونوا خلاص وصلوا للشجره، بيكون خلاص هيدمروها، ولكن جي بينزل على الطياره وبيفنجرها بالقنابل، بيخش على الطياره اللي بعدها وبرضه بيفنجرها بالقنابل، ولكن القائد ابن الحلوه بينط من الطياره وبينزل تحت النتيري، بتكون معاها النمر ده وبتخش عليه، ولكن بيخلص لها على النمر وبيكون هيخلص عليها هي كمان، ولكن بيحضر في وقتها جي بيخش عليه وبيكون مسيطر عليه في البدايه، ولكن القائد بيتحول عليه بيكسر عظمه وبيروح الصندوق اللي فيه جسم جي وبيكسر الصناديق بالكامل. جي ما بيقدرش يتنفس وبيخرج من الافاتار بتاعه، بيركز وبيرجع تاني للافاتار بتاعه، ولكن بيكون ضعيف لان الصندوق بتاعه اتدمر، وبيكون خلاص القائد هيخلص عليه، ولكن نتيري بتكون خرجت وبترشقه بسهمين في صدره. جي بيخرج من الصندوق وبيحاول يوصل ليصنع الاكسجين ما بيقدرش. نتيري بتحاول تفوقه بره ولكن بتفتكر الصندوق جوه، بتخش عليه وبتحاول تفوقه، بتحط القناع وفعلا بيفوق، بياخدوه على الشجره المقدسه وبيعملوا له عمليه نقل جسم، يعني هيخش جسم الافاتار ده للابد بدون تحويل ولا اي وجع دماغ، وفعلا العمليه بتنجح وبيتنقل وبيفضل في جسم الافاتار للابد. وهنا بينتهي اول جزء من الفيلم. اتمنى يا صديقي الجميل يكون الفيلم عجبك، فحط لايك يا ريت واشتراك لو نسيت، وفيديو جديد في الطريق. سلام.